السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض البيتي فور الدايب بطريقة مميزة جدا بدون زبدة أو حتى ماكينة. ولو حابة تستخدمي الماكينة هقولك إن شاء الله على إضافة مكون واحد بس هتخلي البيتي فور بتاعنا ده يتعمل في الماكينة ويبقى زي الفل. هنعمله النهاردة بشكل ولون وطعم وقوام ينافس الجاهز. تعالوا مع بعض ندخل على طريقة التحضير بتاعتنا، بس ما ننساش لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة لكل حبايبنا. أنا معايا النهاردة المكونات بتاعتي، معايا كده كيلو من الدقيق ناقص 2 معلقة كبيرة، ولو هنستخدم المكنة يبقى هنضيف الكيلو كله. في الوقت ده معايا كمان 750 جرام من السمنة، ومعايا كمان 4 حبات من البيض، ومعايا كمان 2 كوباية من السكر البودر. وفي الوقت ده كده نزلت بالسمنة بتاعتي في بولة أكبر، وبالمضرب كده هبدأ إن أنا أضربها كويس جدا لحد ما تتحول للقوام الكريمي. أول كده ما تتحول للقوام الكريمي هوقف تقليب على طول، وفي نص كده ما أنا بضربها كده هبدأ إن أنا أوقف ضرب وأنزل كده أجناب البولة، علشان طبعا السمنة كلها تبقى إيه زي بعضها، وتبقى توصل كده للقوام الكريمي بدون تكتلات من السمنة في قلب الخليط. وفي الوقت ده كده هبدأ إن أنا أعيد كمان ضربها لحد كده أمّا تبقى كلّها كده بالقوام الكريمي. في الوقت ده كده هابدأ إن أنا أنزل بالمكون اللي بعد كده، هانزل في الوقت ده كده ب2 كوباية من السكر، السكر البودر. السكر البودر ده أنا طحناه في البيت، لإن اللي بنشتريه من برّه بيكون فيه نسبة نشا. وفي الوقت ده كده هابدأ إن أنا أخفق السكر مع السمنة كويس جدًا، لحد كده أمّا القوام معايا قوام الخليط معايا يبقى هش خفيف، ومعايا كمان اللون يفتح درجتين. وفي الوقت ده كده هاستمر جدًا في الخفق لحد ما أوصل للحاجات اللي أنا قُلت لكم عليها دي، وده بيبقى شكل الخليط معايا. في الوقت ده كده هنبدأ إن إحنا ننزل بالمكون اللي بعد كده. أنا معايا 4 حبات من البيض، البيض بتاعي يكون بدرجة حرارة المطبخ، ولمّا بنيجي نفتح البيض بنفتحه كده بيضة، بيضة في طبق، علشان طبعًا لو بيضة فاسدة بنبدأ إن إحنا نستغنى عنها. وفي الوقت ده كده نزلت على الخليط بتاعي بأول بيضة، ونزلت كمان بباكت من الفانيليا. وفي الوقت ده كده هابدأ إن أنا أخفق الخليط كويس جدًا لحد ما البيضة معايا تختفي، ولمّا تختفي بابدأ إن أنا أنزل كده كمان بيضة، وبانزل عليها كده ب2 باكت من الفانيليا. أنا في الوقت ده كده نزل معايا من الطبق 2 بيضة، فنزلت ب2 باكت من الفانيليا. مع الاستمرار كده في الخفق لحد كده أمّا البيض معايا بيختفي، ومش بننزل بالبيض كلّه مرّة واحدة علشان طبعًا الخليط معايا ما يفصلش، وانفصل هياخد وقت كبير جدًا معانا في الخفق كده بالمضرب لحد كده ما يرجع يتجمّع تاني. في الوقت ده نزلت بآخر بيضة، ونزلت كمان شوية كده من الفانيليا. تقدري إن أنتِ لو عندِك العبوة الكبيرة تنزلي بربع معلقة صغيرة من الفانيليا، أو حتى بالفانيليا السايلة هتنزلي بمعلقة كبيرة مش مليانة. في الوقت ده كده الخليط معايا بقى تمام، هابدأ إن أنا أنزل بالدقيق. نزلت كده بالدقيق بشوية كده من الدقيق، وبالإسباتولا كده بدأت إن أنا أقلّب الدقيق مع الخليط اللي إحنا عملناه، وما نزلتش بالدقيق كلّه، يعني نزلت بشوية شوية كده لحد كده أمّا بقى 4 معالق كبيرة سِبتهم معايا، لإن طبعًا أنا هاقسم الخليط بتاعي، هاعمله كده شوية فانيليا وشوية كمان شوكولاتة. فسِبت كده معايا 4 معالق علشان طبعًا هاستبدل معلقتين بمعلقتين كاكاو. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أقسم الخليط في الوقت ده، بدأت كده إن أنا أقسم الخليط. حطيت معايا كده في بولة تانية، وسِبت كده دول هاعملهم معايا شوكولاتة، وده كمان هاعملهم كاكاو فانيليا. بدأت إن أنا أنزل كده ب2 معلقة من الدقيق، وطبعًا المقطع ده اتمسح منّي، بس في الوقت ده أنا نزلت ب2 معلقة كبيرة من الدقيق. وسِبت معايا ب2 معلقة من الدقيق، لإن أنا هاستبدلهم ب2 معلقة من الكاكاو. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أدمج العجينة مع بعضها كويس جدًا، زي ما حضراتكم كده شايفين معايا، ونبدأ إن إحنا نختبر العجينة. بناخد قطعة من العجينة، وده طبعًا بعد ما بنغسل إيدينا، وبنبدأ إن إحنا نعلِّم فيها بصباعنا. إما شقّقتش العجينة معايا أو شقّقت خفيف جدًا، بتبقى كده العجينة بقت تمام، يعني كده مش محتاجة عجن. في الوقت ده كده ده معايا البيتي فور بالشوكولاتة، بدأت كده إن أنا أزوّد له 2 معلقة من الكاكاو، الكاكاو الخام، يعني بالدرجة اللي أنتِ حاباها. أنا حبيت إن يكون الدرجة بتاعتي كده تكون اللون البني، تقدري إن أنتِ تفتحيه شوية عن كده أو تغمقيه زي ما تحبي، بس اللون ده بيبقى جميل جدًا. هابدأ كده إن أنا أختبر العجينة بعد إضافة كده 2 معلقة من الكاكاو، ده بيكون كده العجينة معايا
كده بقيت تمام. في الوقت ده كده العجينة معايا بالفانيليا جاهزة وبالشوكولاتة برضه جاهزة. في الوقت ده كده هابدأ إن أنا أستخدم التِّب وكمان القرطاس. أنا هاستخدم النهارده أكياس الحلواني اللي هي الاستخدام المَرّة الواحدة، هاستخدم كيسين مع بعض. بس تكون النوعية نوعية كويسة جدًا. أنا للأمانة ما استخدمتش التِّب ده لإن لقيت الوردات بتاعته مش حلوة أوي، فبدأت إن أنا أستخدم تِّب الوردة، طلع معايا جميل جدًا. استخدمت كده تِبّين معايا بتوع البيتي فور اللي هو تِّب الوردة. في الوقت ده كده بدأت إن في صاج ما فيهوش أي مادة دهنية، بدأت إن أنا أنزل بالخليط بتاعي، ومش بنحط كده في القرطاس غير على قد الإيد بالضبط، علشان طبعًا تقدري إن أنتِ تتحكمي فيه، وطبعًا يكون معاكِ كده ينزل معاكِ بكل سهولة. وده طبعًا اللي بالشوكولاتة، وده شكل كده الصاج معايا. وطبعًا اللي بالشوكولاتة بنحط فيه 2 كده من اللي بالفانيليا علشان طبعًا نضبط تسوية اللي بالشوكولاتة. في الوقت ده كده ده بيبقى شكله كده معايا، وده بقطعة صغيرة بس من البيتي فور، من عجينة البيتي فور. وده شكل كده كمية البيتي فور بعد ما خلصتها. ده مش كلها، ده لسه برضه معايا كده شوية، لسه معايا صاجين كمان لسه في الفرن. وطبعًا بندخّلهم كده على فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 رف أوسط. أول كده ما بياخد اللون من تحت بابدأ إن أنا أطلّعه على طول، مش بياخد أبدًا، مش باشغّل له الشواية. ولو حابة تشغّلي الشواية تبدئي إن أنتِ تشغّليها كده شوية. أنا معايا دلوقتي الشوكولاتة هابدأ إن أنا أسيّحها على حمام مائي. في الوقت ده كمان معايا سوداني مطحون، معايا فستق حلبي مطحون، ومعايا كمان فرماسيل، هابدأ برضه إن أنا أزيّنه بيه. في الوقت ده كده الشوكولاتة معايا كده أنا دوّبتها، بدأت كده إن أنا آخُد شوية 2 كده من البيتي فور، وبدأت كده إن أنا أحُط كده شوية من الشوكولاتة في قلبهم. وبدأت كده إن أنا أبدأ إن أنا أغمس نُص كده البيتي فورة في الشوكولاتة، وبدأت إن أنا أزيّنها كده بالفرماسيل. تقدري إن أنتِ تحطّي شوكولاتة ما بينها وما بين بعضها، أو تاخديهم كده وتنزلي بيهم على طول في الشوكولاتة. يعني الاتنين كده بيدّوا نتيجة واحدة، لإن الشوكولاتة طبعًا بتمسك كل اتنين على بعض. في الوقت ده شكل الكمية بتاعتي. وده طبعًا مش كلّها، ده يعتبر بس نُص الكمية. اللهم بارك، جميلة جدًا. يعني بشوية كده مكونات بسيطة عملنا ألذ بيتي فور بشكل ولون وطعم ينافس الحلواني. وكفاية إن أنتِ عاملاه بإيدِك الحلوين. ونقدر كمان نعمله في المكنة بإضافة 2 معلقة من الدقيق اللي شِلناها في الأول. نعمله كده في المكنة وبيطلع برضه زي الفل. وتقدري برضه إن أنتِ تعمليه في القرطاس زي ما أنا عملته النهارده، بإن أنتِ تشيلي 2 معلقة كبيرة من كيلو دقيق في الأول. في الوقت ده كده، ده شكل كده البيتي فور بتاعنا. أتمنى إن يكون الفيديو عجبِك، ويا ريت لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك، وتعملي اشتراك في القناة، وتسيبي لي رأيِك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.